تحرت واش نطيب مع هاد السخانه وقلت ما يسلكوني غير الفطائر تاع المقله على خاطر يجوا خفاف وبزاف بنات. والحاجه اللي نحبها فيهم بزاف ساهلين توجديهم تم بواش عندك في الدار. ولا انت تاني تاكي حيره تبعيني. كان عندي صدر تاع الدجاج قطعته رقيق ودرته في المقله مع شويه زيت وقليته مليح. زدت عليه حبه بصل مقطعه رقيق مع تابل الدجاج تابل الجبن كركم شويه ملح وفلفل كحل. رجعته فوق النار حتى طاب لي الدجاج. رحت زدت له كاس غير ربع تاع لا كريم فريش خليته زاد 2 دقائق ومن بعد طفيت له. ورحت نوجد العجينه فيها كاس حليب 4 كاس زيت مغرفه ماشي معمره خميره وسكر وزوج مغارف فرينه. انا درت فرينه ماما الحمراء خلطتهم كيف وخليت هذيك الخميره تتفاعل. ومن بعد زدت لها كاس فرينه مع مغرفه حليب بودره والملح. بديت نلم العجينه ديالي دات لي 2 كيسان ونص تاع فرينه. ومن بعد العجينه ديالي كي تلمت كما راكم تشوفوا زدت لها مغرفه صغيره تاع لا مارغارين دخلتها فيها ملح وخليت العجينه ديالي تخمر. ومن بعد كي خمرت العجينه جبتها وقطعتها باش نديرها دي بول صغار تقدروا توزنوها من 80 حتى ل 100 غرام. ومن بعد رشوا غير شويه فرينه وحلوا العجينه ديالكم ديروها مستطيل هكا حلوها بالطول. حطيت الدجاج انا كنت زدت له شويه مايس جمعه هايل. زيدوا فوقو الفرomage فوندو فرomage غابي وديروا لي فريت. كنت نسيت ما قلت لكمش قلوا معاكم شويه لي فريت. وهنايا كي نغلق الحبه ديالي نلصقها بالفرomage فوندو باش ما تتحليش كي نكون طيب فيها. كملت حليت كامل الحبات ديالي على خطره. ومن بعد سخنت الطاجين مليح. تقدروا طيبوهم في مقله ولا في طاجين حمروهم كامل الجوايه. وانتم سلكتوا عشاتكم من زينها وصفه اليوم. ما تنساوش جيمو ابوني. بسلامه.